نيجي هنا بقى سنة 1996 في دولة الكويت. كان في مغنية في العصر ده، المغنية دي كانت مشهورة قوي واسمها نورة، وكانوا دايما بيلقبوها بنورة الطقاقة. وكانت نورة الطقاقة دي كانت بتتميز بصوتها القوي والجو المفرح اللي كانت بتعمله في حفلاتها. وطبعا في الوقت ده ما كانش ساعتها ظهر الدي جي، وكان في الوقت ده كانت الافراح كلها بتقوم على حس الفرقه الموسيقيه. وطبعا نورة هي اللي كانت بتالف كل اغانيها، ومعظم اغانيها كانت بتلحنها. هنا المشاهد هيقول لي طب يعني ايه مشكلتها؟ هقول لك اصبر عليا عشان خاطر تمشي معايا واحده واحده وتعرف قصه نورة الطقاقة دي. وطبعا اللي هنحكيه النهارده ربنا يستر ونكمله. بسم الله فلنبدا. نورة الطقاقة كانت أشهر مطربة في جيلها، يعني كانت أشهر مطربة في عصرها في اللحظة دي. كانت سنة 1996 وكانت من أشهر المطربين في دولة الكويت. وطبعا نورة الطقاقة ما كانش بيجي لها أفراح في بلدها بس، ده كان بيجي لها أفراح في دول الخليج كلها، لدرجة إن هي أحيت معظم أفراح الأمراء والملوك، وعملت أفراح طبعا لمعظم الناس من أول الطبقة العالية لحد الطبقة المتوسطة لحد الطبقة اللي تحت خالص، لأن هي كانت ست بطبعها ما بتحبش تكسف حد خالص، وكانت بتحب تدخل الفرحة والسرور على كل الناس اللي كانت بتطلبها. فرقة نورة طبعا كانت متكونة من 6 بنات ونورة السبعة، وهي طبعا كانت رئيسة الفرقة، وكانت هي الوحيدة اللي كانت بتغني. أما باقي الفرقة كلها اللي كان بيعزف وراها واللي كان بيطبل وهكذا. طبعا من كتر الاوردرات اللي كانت بتجيلها ما كانتش بتاخد اجازه خالص وما كانتش بترتاح، لحد ما هنا نورة قررت تخلص الافراح اللي معاها وما تحاولش تاخد اوردرات تاني، عشان هي طبعا عايزه تاخد اجازه لمده 10 ايام عشان خاطر ترتاح من الضغوطات اللي هي كانت فيها. وبالفعل عملت كده وخلصت كل الاوردرات اللي معاها وخلصت كل الافراح عشان خاطر ترتاح. وفي اول يوم تاخده في الاجازه يجي لها مكالمه من ست انها تطلب نورة الطقاقة تحيي فرح بنتها. وهنا نورة الطقاقة ردت عليها وقالت لها انا الايام دي واخده اجازه ولاغيه كل الحجوزات ولاغيه كل الاوردرات عشان خاطر انا عايز اخد الفتره دي اجازه. والست هنا تفضل تلح على نورة الطقاقة وتقول لها معلش احنا بنحبك والفرح مش هيحيا غير بيكي، ولو ما جيتيش الفرح مش هيبقى ليه طعم. نورة هنا اتاثرت بكلام الست وقالت لها طب الفرح امتى؟ لحد ما الست تقول لها الفرح النهارده الساعه 10. وهنا طبعا الست اديتها العنوان ووصفت لها المكان فين. ونورة هنا بسرعه حاولت تتصل بالفرقه بتاعتها عشان خاطر يجهزوا ويحضروا نفسهم اللي هم عندهم فرح النهارده وعندهم طلعه النهارده. والفريق يقول لها احنا مش واخدين اجازه، فتقول لهم معلش عشان نكبر بخاطر الست عشان خاطر دي بنتها الوحيده. وبالفعل نورة ركبت العربيه بتاعتها وخدت الفرقه وراحت القصر ده اللي فيه الفرح. والفرح ده كان في حي الصباحيه في الكويت. ونورة الطقاقة هي والفرقه بتاعتها لما دخلت لقت القصر ده مليان انوار كتير ومليان اطفال بتلعب وبوفيه وناس رايحه جايه وزحمه بطريقه غريبه، لدرجه ان نورة في اللحظه دي عايزه تخش هي والفريق بتاعها جوه، ما عرفتش تخش من كتر الناس ومن كتر ازدحامهم. واللي استغربت منه نورة الطقاقة اللي الفرح يعتبر كان معمول في حته شبه مهجوره. اقرب حد للقصر ده كان ما بينه وما بين القصر اكتر من كيلو. وطبعا نورة هي والفرقه بتاعتها بعد ما دخلوا القصر بصعوبه استقبلتهم ام العروسه عشان هنا تاخدهم وتدخلهم الاوضه اللي هي هيغيروا فيها الفرقه عشان خاطر يحيوا الحفله او يحيوا الفرح. هنا دخلوا مجموعه من البنات اللي معزومين في الفرح على اوضه نورة الطقاقة هي والفرقه عشان خاطر يسلموا عليهم. وفي واحده من بنات الفرقه قالت لصاحبتها التانية انت لاحظت اللي انا لاحظته؟ قالت لها انا ملاحظه بحاجه غريبه قوي مش طبيعيه. وهنا نورة الطقاقة برضو لاحظت بحاجه غريبه مش طبيعيه وقلبها في اللحظه دي اتقبض، بس هنا كانت مكذبه نفسها ومش عايزه حد ياكد لها الاحساس اللي جواها. فالفرقه هنا راحت قايله لنورة انت مش ملاحظه حاجه غريبه؟ فنورة هنا ردت عليهم وقالت لهم لا انا مش ملاحظه اي حاجه. راحوا برضو البنات اللي في الفرقه مصممين وقالوا لنورة الطقاقة ليه انت ما لاحظتيش اللي كان فيه بنات وشهم اسود قوي وملمسهم خشن، حتى في دخولهم لينا قلبنا اتقبض منهم وحسينا بخنقه. فنور هنا عشان ما تخافش كذبت الفريق بتاعها وقالت لهم مفيش حاجه من اللي انتوا بتقولوها دي حصلت ويلا بينا نطلع من الاوضه عشان خاطر نخلص الفرح ونتكل على الله نروح. هنا طبعا طلعت نورة والفرقه بتاعتها وخدت العده كلها معاهم وابتدوا يفرشوا العده بره. ونورة هنا ابتدت تغني، واول ما جت الساعه 12 بالليل الحماس بتاع المعزومين ابتدى يزيد بشكل غريب، وابتدت المعازيم تغني معاهم باصوات عاليه، حتى التسقيف بقى تسقيف عالي بشكل غير طبيعي وشكل كان مرعب بجد، لدرجه نور وفرقتها ابتدوا يخافوا من الحماس الزياده، لدرجه البنات اللي بترقص اللي هم المعازيم دولت ابتدت الفساتين بتاعتهم تترفع ورجليهم ابتدت تبان. وهنا نور الطقاقة وفرقتها
ابتدت تشوف حاجات غريبة، ابتدت تشوف رجول حيوانات مش رجول بني ادمين. وهنا الفرقة كل بنت ابتدت تبص للتانية ولا كأن عايزين يقولوا انت شايفة اللي انا شايفاه، انت شايفة اللي انا شايفاه. ونور كمان شافت الرعب ده، بس نور بصت لفرقتها بعينيها وقالت لهم محدش يوقف، كله يكمل اللي هو بيعمله. بس الفرقة بتاعت نور التكاكة ما كانش في حد فيهم قادر يعمل اي حاجة، لدرجة كل واحد فيهم اللي ساب الطبلة بتاعتها واللي سابت الرق بتاعها واللي سابت الآلة الموسيقية بتاعتها، كلهم جالهم حالة رعب وابتدوا يترعشوا وقعدوا يقولوا لبعض احنا فين بالظبط ومين دولت. وهوب واحدة منهم طبت مغمى عليها. هنا نور التكاكة خدت البنت اللي مغمى عليها من فرقتها الأوضة وحاولت تفوقها وحاولت تهديها وتتكلم معاها. البنت في اللحظة دي ما كانتش مستوعبة، جالها حالة هستيريا. ونور التكاكة في اللحظة دي قالت لها احنا لازم نطلع من هنا عشان دولت مش بشر، دولت جن وبنغني ليه. وطبعا نورة عشان كانت فاهمة في المواضيع دي قالت لها مش هتعرفي توقفي وتمشي من نفسك، مش هتقدري تمشي غير لما تخلصي الا هيأذونا، وكده كده خلاص ما عادش فاضل كتير على الفجر. ونور التكاكة قالت لها لو عايزة تطلعي سليمة من هنا قومي معايا، حتى لو انت هتقعدي جنبي ما تعمليش حاجه. وهنا نور طبعا طلعت لفرقتها اللي هم كانوا بره هيموتوا من الرعب اساسا، وطبعا كملوا غناهم وهم مش قادرين يبصوا للمعازيم اصلا. وطبعا طول الوقت فرقه نوره مرتبكه وخايفه وعمالين يبصوا على الساعه عشان خاطر يجي الفجر، عشان خاطر عارفين ان كل حاجه هتنصرف في اللحظه دي وهيحاولوا يطلعوا بسرعه. ويجي هنا اذان الفجر وهوبا النور يقطع وكل حاجه تسكت. يقوم نوره وفرقتها يفضلوا يصرخوا ويصرخوا بصوت عالي لحد ما جريوا من القصر، طلعوا على البوابات وسابوا كل حاجه وراهم، حتى عدتهم حتى هدومهم حتى كل حاجه. اهم حاجه عندهم في الوقت ده اللي هم يطلعوا جري من القصر، يطلعوا على البوابات بسرعه عشان خاطر يركبوا العربيه ويجروا. ولما وقفوا على الشارع بره جالهم راجل عجوز، ونوره والبنات اللي معاها لما شافوا الراجل العجوز ده كانوا خايفين منه قوي وقعدوا يصرخوا في وشه لحد ما الراجل هداهم وقال لهم وحدوا الله في ايه وايه اللي جابكم هنا. وهنا نور التكاكة والفرقه بتاعتها كانوا خايفين من الراجل العجوز ده، بيحسبوه اللي هو واحد من اللي هم شافوه جوه في القصر، لحد ما هنا الراجل اتكلم معاهم وهداهم وكلمهم عن الدين فعرفوا اللي هو بشر. والراجل العجوز ده قعد يقول لهم انتوا مين وايه اللي جابكم هنا، بتعملوا ايه في المكان المقطوع ده. فنور قالت له احنا جينا هنا انا والفرقه بتاعتي عشان خاطر نحيي فرح في القصر ده، وشفنا حاجه غريبه جوه خلتنا نجري منه. فالراجل العجوز هنا قال لها بيت ايه وقصر ايه وفرح ايه؟ البيت اللي انت بتتكلمي عليه ده مقفول بقاله 10 سنين ومحدش عمل فيه حفله ولا فرح من 10 سنين. قال لها حتى بصي عليه كده. هنا نور التكاكة هي وفرقتها بصوا على القصر، لقوا القصر ده مهجور، والقصر ده اكيد ما سكنش من 100 سنه، ولا بقى فيه نور ولا فيه اي حاجه من الحاجات دي، حتى الشبابيك بتاعته من بره كلها متكسره وكلها بايظه، والبيت عباره عن تراب في تراب. ونور هي وفرقتها قالوا فعلا ده القصر مهجور، احنا دخلنا جوه ازاي ومين دولت ومين اللي جابونا في الفرح هنا؟ امال ايه اللي احنا شفناه في القصر من كام ساعه؟ زينه وافراح واطفال بتجري وكان في بوفيه، فين الحاجات دي كلها؟ واللي احنا فيه ده حلم ولا حقيقه؟ راحت البنات اللي معاها كلهم مسكوا ببعض وكل واحده فيهم مسكت في الثانيه من شده الخوف اللي هم كانوا فيها في اللحظه دي، وكلهم بصوا على البيت في اللحظه دي وما كانوش مصدقين اي حاجه. وهنا كام واحد كانوا معدين بالصدفه وقفوا مع الراجل العجوز ونور التكاكة هي والفرقه بتاعتها عشان خاطر يعرفوا مالهم البنات دولت وايه اللي جابهم في الساعه دي وايه اللي جابهم من المكان المهجور ده. ونور لما حكت لهم القصه هم ردوا عليها وقالوا لها احنا طول عمرنا بنسمع اصوات غريبه من القصر ده وعارفين اللي هو مسكون، بس ازاي وصلوا ليكم وازاي كلموكم وازاي شفتوهم؟ وهنا الناس بتقول لهم لو واحده بس اللي كانت بتحكي الموضوع كنا قلنا ان هي كانت بتخرف او كانت بتكذب، بس انتوا 7 انفار وكلكم شفتوا نفس الشيء مع بعض. ولما هديت نور التكاكة هي والفريق بتاعها ركبوا العربيه، والعربيه وهي ماشيه بقت كل واحده من الفريق تبص على القصر ده وبقت تقول هو ايه اللي حصل لينا ده. ومن ساعتها نور التكاكة وفرقتها اعتزلوا الغنى واعتزلوا الافراح، وكل واحده فيهم شقت طريقها بعيده عن التانيه حفاظا على سلامتهم ونفسهم. واللي حكى القصه دي ووصلها لنا واللي خلاها انتشرت في دول الخليج ودول العربيه كلها مش نور التكاكة، اللي حكى قصه الناس المجاوره من نور التكاكة اللي هم زي قرايبها وقرايب البنات بتاعت الفرقه، هم دول اللي ابتدوا يحكوا القصه لحد ما القصه انتشرت في دول الخليج والدول العربيه كلها. وانا كده خلصت القصه، ولو عجبتك القصه ما تنساش تعمل لايك والكومنت الجميل، ولو انت اول مره تشوفني ما تنساش الاشتراك عشان خاطر الفيديو الجاي فيديو ارعب من بتاع نور التكاكة. سلام.